لعشاق لي طارت بحالي فكنقترح عليكم هاد لاطارت ديال اللوز كتجيب مذاق رائع جدا. فكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اول حاجه غادي نجيب واحد 100 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ باش يسهل علينا هكا نخدموها. غادي نضيف لها واحد الرشيشه ديال الملحه، غادي نضيف لها 60 غرام ديال السكر سنيده، وغنضيف لها قشور ديال البرتقاله كامله. هاد الاضافه اولا قشور البرتقال كيعطيوها واحد المذاق رائع جدا ومختلف بالنسبه لاطارت اللي كنحضروا هكا اللوز العاديه. غادي نخدم كل شيء غير هكا غير بالفوي حتى تندمج ليا المكونات ونشكل نحصل عفوا على هكا على شكل بوماد. بالنسبه للزبده والسنيده يكونوا انسجموا مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف لهم واحد جوج ديال صفار ديال البيض، وبالنسبه للبياض فغادي نحتفظوا به. كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا اشنو غادي نديروا به. هنا غنخلط المكونات كلها مع بعضياتهم مزيان حتى يندمج ليا الخليط مع بعضه. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، وغادي نضيفوا طبعا الدقيق. بالنسبه للدقيق كنضيفوه بالتدريج، عندي 180 غرام غادي نغربلو طبعا من قبل وغادي نخدم. فبالنسبه للعجينه ديالي ما كندلكها ما كنعجنها هكا، كنخدمها غير كيف ما كتشوفوا معايا، لان ضروري بالنسبه للطاخ ديالنا ما كنعجنوهم ما كندلكوهم غير كنجمعوهم هكا. غادي نحاول نخدم العجين ديالي ويتجمع هكا حتى نحصل على واحد العجين اللي يكون هكا متماسك. غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي ونحتفظ بالعجين ديالي اولا لاطاخ ديالي هكا في الثلاجه حتى نكمل المكونات الاخرى. فإلا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالي اولا الفيديو ديالي فما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب، وما تنسونيش من تشجيعاتكم واللايكات ديالكم والكومونتيرات زوينين بحالكم. هنا غنحتاجوا الكريمه اللي غنحتاجوا فيها نص لتر ديال الحليب. غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق تقدروا تنقصوا. غنحتاجوا كذلك جوج معالق كبار ديال الكريم باتيسير. فإلا توفرتوا على الكريمه بالمذاق ديال اللوز، انا هنا ما توفرتش عليه، توفرت غير على الكريم باتيسير العاديه. فلكم الاختيار، الا كان ديال اللوز فغادي تعزوا اكثر المذاق ديال اللوز. هنا غادي نضيف جوج ديال المعالق اللي يكونوا كبار اولا جوج معالق بومبي من كريم باتيسير. غنخلط في الاول في البرد ضروري باش نشوف المكونات كلها يكونوا دابوا هكا في الحليب وتخدموا ونسجموا مع بعضهم. عاد غنوضعوا فوق النار مع التحريك المستمر، ما نوقفوش من التحريك حتى نحصلوا على الكريمه اللي يكون القوام ديالها كيف ما موضح في الفيديو. نفرغ هكا الكريمه ديالي في واحد الاناء اولا واحد الطبسيل، وغادي نغطي عليها هكا بالبلاستيك الغذائي اللي غيكون ملامس للكريمه باش ما تكونش عندنا داك القشره من الفوق. ضروري خاصنا الكريمه حتى تبرد تماما، نوضعوها طبعا في الثلاجه حتى تبرد باش نقدروا هكا نخدموا بها. صراحه هاد لاطاخ كتجي اكثر من رائعه، هماويه، تحمر لك وجهك هكا مع ضيافك، شي حاجه اللي مختلفه. وبالنسبه لهكا لذاك المذاق ديال البرتقال عطاها اضافه اكثر من رائعه. انا متاكده الا جربتوها غتولي من بين الوصفات اللي معتمده عندكم. بالنسبه للخليط ديال اللوز غادي نحتاج داك البياض ديال البيض اللي تبقى لينا جوج ديال الحبات. غادي نضيف ليهم 80 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضيف كذلك قشور ديال البرتقاله مره اخرى. هنايا ضروري اننا نخدموا البيض ونطلعوه مزيان حتى يولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو، كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف لهم قشور ديال البرتقاله، وغادي نضيف اللوز اللي غيكون على شكل بودر، يعني هكا كتاخذوه من يعني من عند مالين مستلزمات ديال الحلويات كيكون على هذا الشكل هذا. عندي تقريبا 180 غرام. كنضيفوه هكا بالتدريج على شكل دفعات وكنطرب في نفس الوقت. يعني بعد ما غادي نكمل الكريمه ديالي غتكون واجده اللوز. في هذا الاثناء طبعا راه الكريمه اللي حضرنا غتكون بارده حتى هي تماما. غادي نجيب العجين ديالي نسرحو في هكا، انا عندي هذا المول اللي كيتحل. كنسرحو نطلع الجوانب ديال العجين ديالي كنسرحوها غير هكا،
وغادي نجيب الكريمه اللي قلت لكم خاصها تكون بردات تماما، غادي نفرغها في فوق لا طاغ ديالي اولا العجين ديالي، كنقادها هكا مزيان مزيان. من بعد غادي نجيب واحد البوش اللي غادي نوضع فيه الكريمه اولا الخليط ديال اللوز اللي حضرنا، وغادي نوضعه من الفوق ديال الكريمه. في هذا الاثناء نشعل الفران ديالي درجه الحراره 180، نطيب لاطاغ ديالي من التحت، عاد كنحمرها من الفوق. هنايا بعد ما وضعت الكريمه ديال اللوز اللي حضرت معكم، غادي نضيف من الفوق باش نزين هكا اللوز ايفيلي. كنوضع اللوز ايفيلي هكا وغادي نخليها هكا تدخل الفران حتى تحمر. من بعد كنجبدوها. سبق لي حضرت معكم طاغ ديال اللوز اللي بطريقه طبعا اللي مختلفه ومغايره، فغادي نحطها لكم. الا بغيتو غير يعني طاغ عاديه بدون اضافات غنحطها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي عشاق لي طاغ هكا من باب التغيير. هنايا بعد ما خرجت من الفران باقا سخونه، فمن الافضل ومن الاحسن انه تخليوها حتى تبرد، يعني كتكون شدات هكا في راسها. انا هنا ما خليتهاش حتى بردات تماما، كيكون الشكل ديالها هكا. دهنتها من الفوق بالناباج، تقدروا تدهنوها بالمربى كيبقى على حسب الرغبه ديالكم باش كتعطينا هذيك اللمعه. هنايا كيف ما قلت لكم ضروري انكم تخليوها تبرد، وكتكون هذه هي لا طاغت عفوا ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وبالصحه والراحه الى وصفات قادمه ان شاء الله.